فيديو كارثي لعفت نصار وهو بيتطاول على كهربا ان كهربا غير متزن وان مهاجمين النادي الاهلي لا يصلحوا للنادي الاهلي، وكمان النادي الاهلي خسر مليارات بسبب اللعيبه اللي هو بيجيبها. تعال نسمع عفت نصار قال ايه، واعمل لايك للفيديو يا ابو الصحاب وشيره في كل مكان عشان الكلام اللي هتسمعه ده مهم جدا ولازم يترد عليه يعني من اداره النادي الاهلي. اسمع معايا كده قال ايه وبعدين نرجع نرد عليه. طب نختار بناء على ايه؟ على ادائه ما فيهاش كلام يعني. لعيب كوره كويس طيب بصراحه. اخر حاجه بقى عشان اخد رايك في حته برضو. لا كهربا كده هجي لك كده بالزمالك. كهربا شايف ان استبعاده من مباراه بلديه المحله بينذر ان علاقه كهربا بالنادي الاهلي ستتاثر الفتره القادمه، وان هو بدا يبعد بعد وجود مودست حبيب كولر من جوه ووسام اللي دفع فيه فلوس كتيره جدا، والمفترض ان هو امل النادي الاهلي في مركز 9. بس كهربا ومودست وبتاع كلهم لا يصلحوا للنادي الاهلي. النادي الاهلي المفروض يبقى في فيرود حاجه محترمه قوي. مين كلهم؟ كلهم الثلاثه. النادي الاهلي محتاج فيرود، وانا قلتها برضو في البرنامج. النادي الاهلي بالامكانيات اللي عنده دي، بالفلوس اللي بتدفع دي، ده انا ممكن اجيب لعيب من الدوري الانجليزي. انا اسف يعني ما هو بيرستو جاي من برايتون. لا انا اجيب لعيب صغير يعني. انا انت عايز تقول ان هو الاهلي يقدر بيدفع طبعا. النادي الاهلي السنه اللي فاتت عنده خسائر مليار و300 مليون لعيبه، بس لعيبه. خسائر ولا ميزانيه؟ لا خسائر لعيبه جت ومشت وعدهم لك. انا ممكن اعدهم لك دلوقتي، اقول لك 1 2 3 وده بكام وده بكام. اكتبهم في الفصل ماشي. خلاص. انما اللي بتكلم عليه ان التجارب كتير، ان الثلاثه ما ينفعوش. طب كهربا، بص استبعاد كهربا تفسره انت بايه بكره ماتش بلديه المحله؟ كهربا انسان مش متزن في يعني في الشخصيه بتاعته. ما تعرفلوش حاجه. لاعب غير متزن يعني؟ متزن، ما عندوش اتزان. ابعدنا عن نواحي الانسان. ما هي دي كلاعب ولا ولا ايه يعني؟ مش فاهم. لا فهو في حياته ما فيش اتزان يعني. ممكن يعمل يعني حضرت له في الزمالك كام مره، خلاص كام مشكله في كام يوم ورا بعض. ده الناس اللي محمد الشناوي مش هيلعب ماتش الاهلي والزمالك، فاهمني؟ خلاص. فبقول لك ان كهربا وينج كويس، انما ما ينفعش بيجي له 10 فرص سهله جدا ويجيب واحده. ان هو 9 مش قد كده. لا. طيب علاقته بالنادي الاهلي في ظل، اعتقد ان دي اخر سنه ليه. يا نهار ابيض. طب وفلوس الزمالك؟ الزمالك هياخدها. اصل الزمالك ممكن ياخدها اقتصادي كمان يعني. الزمالك لو اتحكم له مش كوره بس، ده يبطل كوره وياخدوها من بيته واهله، حجز يعني. محكمه يعني. بص يا ابو الصحاب، الفيديو ده بفضل الله هيوصل بلايكاتكم انتوا. لايكاتكم وسماعك الفيديو للاخر هو اللي هيوصله للناس. انا هرد عليه في كل الكلام اللي هو قاله. هو بيقول ان مفيش مهاجم يصلح للنادي الاهلي من الموجودين، مودست وسام وكهربا كل دول لا يصلحوا للنادي الاهلي. النهارده بعد مباراة بلدية المحلة ايه رأيك؟ مودست سجل هدف وسام سجل هدفين، وانا مش محتاج من المهاجم غير ان هو يسجل لي اهداف. هي دي الحاجة الوحيدة اللي انا عايزها. انا جايبك مهاجم عشان تسجل لي اهداف، سجلت خير وبركة، صنعت خير وبركات، خير وبركات. النهارده استبعاد كهربا اللي اللت والعجن الكتير عليه، استبعاد كهربا فني عشان خاطر فرح اخته يا سيدي، زي ما انتوا بتقولوا فرح اخته. ولكن هنا الكابتن خالد بيبو اتكلم في الموضوع ده وقال لك استبعاد كهربا استبعاد فني وليس عشان الفرح، لان النادي الاهلي مش ماشي بالمزاج. او يعني انا من وجهة نظري ويعني تحليل الشخصي للموقف، كولر لما لقى اللاعب بيطلب انه عايز يحضر فرح اخته استبعده فني من المباريات عشان خاطر احضر فرح اختك، لان انت عقلك هيبقى مشتت مع الفرح ومش هتركز في المباريات. ده تحليلي انا الشخصي، تحليلي الشخصي. بس وريني بقى هترجع فني ازاي، اثبت نفسك في الملعب عشان ترجع فني. بس هيكون صعب جدا بعد يعني تألق وسام ابو علي النهارده وتألق كمان مودست وسجل هدف، هيبقى صعب انك ترجع كهربا. لكن هتكلم كمان عن القصة اللي هو بيقول فيها مليارات، بيقول فيها مليارات، ان النادي الاهلي خسر مليارات. قول لي مين اللعيبه دول؟ انت مش هتعرف تقولهم ومش هتعرف تطلعهم. انا تابعت الحلقه كلها ما عرفتش تطلع حاجه، لان حرفيا النادي الاهلي بيكسب بطولات،
بيكسب جوائز كتيرة جدا، بيشارك في بطولات كتيرة جدا. فالحمد لله كل اللعيبة اللي احنا بنجيبها بتقدر تساعدنا بالفوز بالمباريات، فبالتالي بتشوف نجاحات. فبالتالي انت طبيعي وبيحصل في العالم كله انك بتجيب صفقة قد تكون مش موفقة، قد تكون انها مش موفقة. وبيتكلم كمان عن اتزان، وده على فكرة اتزان عقل كهربا. هو بيتكلم على فكرة وبيعيب كده في الراجل، انت كده بتعيب في الراجل، وده عدم احترام وعدم احترام لشخص كهربا، انك تقول ان هو كان بيعمل مشاكل وما كانش بيعمل مشاكل. انا بقول لك بقى هي دي مبادئ النادي الاهلي، مبادئ انها النادي الاهلي بتطبق على الناس اللي موجودة عنده في النادي. يعني كهربا دلوقتي ما بيعملش مشاكل، كهربا ما بيصيرش اي مشكلة. الموضوع اللي حصل والفرح ده ملوش علاقة لا باتزان ولا بكلام، ده موضوع شخصي جدا، والراجل بيحب اخته او بيحب كده، يعني ملناش دعوة بالكلام ده. ده موضوع شخصي ما نتطرقش اليه وما نتكلمش فيه، احنا بنتكلم ككورة. انما لو انت بتتكلم عن فنيات فحرفيا يا كابتن عفة نصار انت مالكش في الفنيات ولا تعرف عنها حاجة. لما تقول على وسام ابو علي ومودست وكهربا ما لا يصلحوا على النادي الاهلي، فانت حرفيا ما تعرفش حاجة عن الفنيات ولا تفهم اي حاجة في الفنيات. شكرا لكل الناس، اتمنى اللايك للفيديو ده وتشاركوا في كل مكان، عشان الكلام اللي انا قلته ده كلام مهم جدا 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 حبايب قلبي.